أحمد رمزي في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول كان بيضحك كتير، وتقريبا ما كانش قادر يمسك نفسه، خصوصا في مشاهد التدريبات بسبب أداء وحركات إسماعيل ياسين الكوميدية. الضحك ده كان حقيقي وكان خارج النص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، لما استسلم فطين عبد الوهاب لحركات إسماعيل ياسين وأحمد رمزي، في اكتر من صورة هتلاقي احمد رمزي بيحاول يكتم الضحك، وواضح ان المشاهد دي اتعادت اكتر من مرة، لكن تقريبا المخرج فطين عبد الوهاب استسلم وقرر انه يحطها زي ما هي، بس كان بيحاول بذكاء يقطع لقطات الضحك دي وينقل من الزوم للكادر الاوسع عشان ما تبقاش واضحة قوي انها خارج النص. المحاولات دي استمرت كمان في أول مشهد على المركب، واللي الشاويش عطية قابل فيه إسماعيل ياسين وقال له الجملة الشهيرة: شغلتك إيه على المدفع بررم. هنا بقى فطين عبد الوهاب نقل أحمد رمزي خالص من جنب إسماعيل ياسين، وقفوا وراه في الصف التاني بزاوية عشان برضو يحافظ على وجوده في الكادر، لأنه بطل من أبطال الفيلم ومش هينفع إن هو يكون أغلب الوقت بره الكادر، خصوصا ان المشهد طويل. لكن حتى الحل ده ما جابش نتيجة، وزهر احمد رمزي بيضحك اكتر من مرة عشان يستمر فطين عبد الوهاب في نقل الكادر وتوسيعه. اول ما احمد رمزي بيبتدي يضحك رغم فشل المحاولات دي اخراجيا، لكن التلقائية والطبيعية دي خلت المشاهدين المشهدين دول بالذات من احلى مشاهد الفيلم. وتقريبا كل الناس بتفتكر المشهدين دول واول ما بتسمع اسم الفيلم عشان يكون واحد من اهم الافلام الكوميدية في السينما، في السينما المصرية، في السينما عامة. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.